السلام عليكم. الفيلم بيبدأ مع جاسبر، شاب عاطل وفاشل في شغله، ما بيعملش أي حاجة مفيدة في حياته. حاول والده شغله في أكاديمية البريد الملكي، وبعد ما قعد 9 شهور تدريب فشل في كل التدريبات وأهمها الفرز والحفظ. وأبوه بيقوله إنه نجح في الأكاديمية وهيبقى ساعي بريد، بس في مكان مهجور وبعيد جدا. بيقوله مطلوب منه يرسل 6000 رسالة مختومة بإيده في خلال سنة، ولو فشل هيحرمه من الميراث ويعيش طول عمره فقير. وبيأمره يتحرك على مكان الشغل واللي هيكون على جزيرة مهجورة. بيسافر على عربية مكسرة وبيأجر مركب علشان يوصل للجزيرة. بيوصل للجزيرة المهجورة وبتكون مظلمة وفيها ناس شكلهم غريب، بيطوقوا العمى ولا يطوقوش بعض. وبيكمل الطريق مع السواق وبيحكي له عن المدينة. جاسبر بيسأله ليه محدش يستقبله. الراجل بيقوله الاحتفال هيبدأ لما الجرس اللي هناك يضرب. وجاسبر بيروح يضرب الجرس وبيحتفلوا بيه بس على طريقتهم. بيشوف كل أهالي المدينة خرجوا من بيوتهم علشان يموتوا في بعض. وبيجري منهم جاسبر وبيستخبى في مبنى مكتوب عليه مدرسة، لكنه بيكون متبهدل جدا وأشبه بالزريبة. وهناك بيشوف مس ألفا، وأول ما بتشوفه بتعرف إن هو ساعي البريد الجديد. قالت له إن المراكبي ضحك عليك يا مغفل وخلاك تضرب جرس المعركة، وبتشرح له إن الجرس بمجرد ما حد بيضربه بيخرج أكبر عيلتين في المدينة، وهما كروم وإلينكبو. بيضربوا بعض لحد ما أي حد فيهم يستسلم. وبتقوله المكان اللي انت شايفه ده كان مدرسة في يوم من الأيام، وكانت بتتمنى تعلم الأطفال، لكن جابوها الجزيرة دي واشتغلت في السمك علشان تجمع فلوس وتمشي من الجزيرة خالص. وفي الوقت ده بيوصل المراكبي وبيوصل جاسبر لمكتبه، واللي هو أصلا شبه العشة. وبيكون هناك الجو وحش وبيحاول جاسبر يتأقلم، فبيروح يلف على البيوت بعدها وبيشوف في جوابات في البوسطة ولا لأ، لكن بيلف من غير فايدة، مش بيلاقي ولا جواب. بس بيشوف طفل محبوس في بيته، وبتقع من الطفل ورقة عليها رسمة. الطفل بيطلب منه يرجع له الرسمة بتاعته، وبيفهمه انه ممكن يرجعها له عن طريق البريد، بس الاول لازم يشتري طابع بريدي. وهو بيشرح له بيجي ابو الولد وبيسيب عليه الكلاب، فبيجري جاسبر وبياخد معاه رسمة الولد. وبعد كده بيمشي على كل البيوت لكن ما بيلاقيش اي جوابات. وقبل ما بينام بيفتكر ان في بيت بعيد شوية لسه ما راحوش، ولما بيسأل بتاع المركبة عنه بيقوله ان صاحب البيت شخص كويس وبيحب الناس تزوره. بيروح جاسبر هناك بس مش بيلاقي حد، وبيلاقي جوه البيت ألعاب كتير. وبيوصل صاحب البيت النجار ومعاه فاس، وجاسبر بيخاف منه وبيهرب، وشنطته بتقع منه وبتقع الرسمة بتاعة الطفل، والنجار بيشوفها. جاسبر بيلم في حاجته علشان حس انه فشل وعاوز يسيب الجزيرة. وهو ماشي بيلاقي النجار واقف في الطريق وبيسأله عن صاحب الرسمة، وبياخده معاه لحد بيت الطفل، وبيكون ماسك هدية في ايده. والنجار بيديها لجاسبر علشان يوصلها للطفل، بس لازم يعدي سور الحديد وكلاب الحراسة. وبيكون خايف انه يدخل وبيقف على خشبة صغيرة، لكن النجار بيحدفه جوه البيت. وبيسيب الهدية عند الدفاية وبيهرب بسرعة، والنجار واقف مستنيه. وتاني يوم جاسبر بيلاقي مجموعة من الأطفال عند المكتب بتاعه عاوزين ألعاب، لأن الطفل حكالهم عن اللعب اللي جاتله. ومن هنا بتوصل فكرة لجاسبر، وبيقول للأطفال اللي عاوز لعبة يبعت رسائل من مكتب البريد لمستر كلاوس اللي هو النجار، وبيعلمهم ازاي يبعتوها. وبياخد رسائلهم وبيوصلها لكلاوس، وبيطلب منه يوزع الهدايا اللي عنده للأطفال، وبيقرأ له رسائل الأطفال علشان يحنن قلبه يعني. فكلاوس بيوافق انه يوزع الألعاب بس بشرط، وشرطه هو انه ياخد جاسبر معاه، وبيتفق معاه على ميعاد يوزعوا فيه الالعاب. وبيروح جاسبر يوزع الهدايا معاه في الليل من غير ما اي حد يشوفه. وتاني يوم بيوصل اطفال علشان يبعتوا رسائل، وفي بنت في وسطهم ما بتعرفش تتكلم بلغتهم، بتكون من قبيلة تانية لكن مش بيفهمها. وبياخد في رسائل الاطفال التانية، وفي كام طفل بيقولوله عاوزين هدايا بس ما بيعرفوش يكتبوا، فبيطلب منهم يخلوا المدرسة تعلمهم. لكن مس ألفا بتتخانق معاه وبتقوله انها مش هتعلم حد حاجة، هي اصلا عاوزة تسيب الجزيرة الكئيبة دي وتمشي. وبتسيبه، وهو ماشي بيسمع الاطفال بيقولوله انهم بيحبوا كلاوس جدا. وبياخد جاسبر رسائل الاطفال، وهو بيجمع في رسايلهم بيجي طفل رخم كده وبيحدفه بكورة تلج لان حطوله فحم مكان الهدية بتاعته. فبيخرج له جاسبر وبيقوله الاطفال الاشقياء زيك مش هياخدوا العاب، ومستر كلاوس عامل قايمة فيها اسماء الاطفال اللي مش بيسمعوا الكلام وبيمنع الهدايا عنهم. وباقي الأطفال بيخافوا طبعا إنهم ما ياخدوش هدايا، فبيبدأوا يعملوا حاجات كويسة، بقوا ينظفوا الشوارع ويساعدوا في شغل البيت، بطلوا يتنمروا على بعض، وبقوا بيقطفوا التوت بدل ما كانوا بيسرقوه. وألفا ابتدت تاخد من فلوسها اللي محوشاها وتساعد الأطفال يتعلموا لأنها كانت مدرسة أصلا.
وكمان الجيران بقوا كويسين مع بعض وبيقدموا الهدايا لبعض. جاسبر بيلاقي اللعبة ابتدت تخلص وهو لسه مكملش 6000 رسالة. بيروح بيته وهو حزين، بس بتجيله فكرة، وهي ان الكريسماس كان فاضل عليه كام يوم، وطلب من كلاوس يصنع العاب جديدة يوزعها في ليلة رأس السنة. لكن كلاوس بيرفض وبيتعصب لما جاسبر بيلمس لوحة ليه هو ومراته وبيطرده برا البيت. ولما بيرجع جاسبر بيلاقي البنت اللي لغتها مختلفة بياخدها عند ميس ألفا علشان تفهم بتقول ايه. فبتفهم ان البنت عاوزة زلاجة هدية، وجاسبر بيقول لها ان هو اللي هيعمل لها هدية لان كلاوس رفض يعمل هدايا. جاسبر بيحاول فعلا يصنع اللعبة وبينام من التعب. فبيجي كلاوس وبيشوفه في الحالة دي، فبيقرر انه يساعده ويصنع معاه لعب للأطفال. وبيسافروا لقبيلتها وسابوا لعبة عند بيتها وبيستخبوا علشان يشوفوا ردة فعل البنت. وأول ما شافتها فرحت جدا وقعدت تتنطط بيها وبتلعب. كانوا مبسوطين انهم قدروا يفرحوها. وبيرجعوا البيت وكلاوس بيحكيله انه زمان كان عايش مع حبيبته ليديا وكان نفسه يملوا البيت اطفال. وكلاوس بدأ يصنع كل الالعاب دي علشان عياله، لكن ربنا ما رزقوش باطفال. ومراته تعبت بعدها لحد ما ماتت، ومن وقتها اكتئب ووقف صنع اللعب لحد ما شاف فرحة الأطفال بالألعاب. ومن ساعتها قرر إنه يصنع ألعاب جديدة من تاني. لكن جاسبر بيكون زعلان لأنه مش هيقعد كتير في الجزيرة وقرب يمشي. وبيروح للمدرسة وبيشوفها اتغيرت تماما، ومس ألفا بتقوله إنها صرفت كل فلوس علشان تبقى بالمنظر ده، ومش من السهل الشخص يسيب مكان حلو زي ده ويمشي. وبتوريه التغيير اللي عمله في المدينة، وبيكونوا عاملين احتفالات كتير وأنوار لرأس السنة، والمدينة بقت أحسن من الأول بكتير. ومس ألفا وجاسبر بيرتبطوا ببعض. بيبدأوا جاسبر وكلاوس يصنعوا الألعاب، وكمان قبيلة البنت جت علشان تساعدهم، وبيصنعوا عربية جديدة علشان ينقلوا الألعاب فيها. لكن كبار عيلة كروم وإنينكبو بيعرفوا مهمة جاسبر من خلال رسمته ل6000 رسالة اللي عملها على الحيط. وطبعا علشان هما مش طايقينه بيحطوا له رسائل كتير مع المركب اللي بيوصل الرسائل علشان يخلص العدد اللي عاوزه ويخلصوا منه. وبيجي اليوم اللي هتتوزع فيه الهدايا، وبيشوف جاسبر والده جايله علشان ياخدوا البيت بعد ما خلص 14,000 رسالة. وبيكون كلاوس وألفا سامعين حديثهم، وبيفهموا انه شخص اناني كان جاي علشان مصلحته. ما بيردوش يسمعوه ولا يفهموا منه، وبيدخلوا وبيرفض يروح مع ابوه لانه اتعلق بالمكان. وبتتحرك المركب وبتجري الطفلة ورا المركب وبتنادي على جاسبر، بس بتلاقيه قاعد. وبتفرح جدا انه لسه ممشيش وانه هيقعد معاهم على طول. وبيحكي لها جاسبر ان والده كان فخور بيه جدا لأول مرة في حياته. واثناء ما بيحكي بيشوف القبيلتين رايحين لبيت كلاوس، وبيفهم انهم هيدمروا الالعاب اللي عملوها. وقبل ما بيوصلوا البيت كلاوس بيحط الالعاب على العربية وبيهربوا بيها، والعربية بتتزحلق لان كلاوس نسي يربط الحيوانات فيها. والقبيلتين وراهم وبيحاولوا ياخدوا الهدايا ويكسروها، والعربية بتقع على حرف الجبل. وجاسبر بيحاول ينقذها لكن ما بيقدرش، وكل الالعاب بتقع وبتتكسر. وجاسبر بيعتذر لكلاوس لأنه السبب، لكن بالصدفة بيدوس على هدية برجله وبيلاقيها خشب. وبيعرف ان الألعاب اللي وقعت كلها كانت مزيفة، ومس ألفا هي اللي عملت كده والألعاب الحقيقية معاها. وبتكون عملت كده لأنها سمعت الأطفال بيتكلموا وبيحكوا على اللي ناويين أهاليهم يعملوه في الألعاب. وكلاوس بيقوله يبدأوا يوزعوا الألعاب قبل طلوع الشمس، والجزيرة كلها بتفرح وكل يوم بتتغير عن اللي قبله. وكل سنة الرسائل بتجيلهم من كل مكان، وابتدوا يوسعوا شغلهم على الجزر اللي حواليهم. وبتمر السنين وكلاوس بيختفي تماما، وجاسبر بقى يشوفه مرة واحدة في السنة يوم توزيع الهدايا. وبنفهم ان ممكن يكون هو بابا نويل. وبكده الفيلم خلص. لايك واشتراك لو عجبكم. اشوفكم الفيديو الجاي. سلام.